أهلا ومرحبا بكم. أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة بإيداع ملكة جمال شمال إفريقيا وعارضة الأزياء المسماة وحيدة قروج الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وهي البالغة من العمر 27 عاما، وتحويلها للمؤسسة العقابية القليعة بتيبازا. وتواجه وحيدة قروج تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة إجرامية منظمة قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، وحيازة المخدرات بغرض العرض، البيع والترويج. كما أمرت ذات الهيئة القضائية بإيداع 7 أشخاص آخرين، من بينهم صاحب مطعم غرب العاصمة الذي تربطه علاقة وطيدة مع المتهمة وحيدة قروج. كما تبين في سياق التحقيق أن المتهمين ينشطون في إطار شبكة إجرامية منظمة تختص في المتاجرة بالمخدرات من نوع الكوكايين، ينتشر نشاطها غرب العاصمة إلى شرق الوطن. كما تمكنت العملية من مصادرة قرابة 4 كيلوغرام من مخدرات الكوكايين و5 مركبات كانت تستعملها عناصر الشبكة في تنقلاتها خلال ممارسة نشاطها الإجرامي. في عملية نوعية تمكن عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بداية الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بمخدر الكوكايين تنشط وسط العاصمة انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية شرق البلاد. التحريات المنجزة في القضية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أسفرت عن توقيف 8 أفراد من الشبكة الإجرامية، من بينهم امرأة، وحجز كمية معتبرة من الكوكايين قدر وزنها ب3 كيلوغرامات و40 غرام، 5 مركبات سياحية ودراجة نارية، بالإضافة لمبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 630 مليون و600 ألف سنتيم.